فالصراحة أنا مش عارف هل أنا ممكن أكون كده اتخمّيت في البنت، أو إن أنا ممكن أتعقّد منها في فترة الخطوبة، أو حتى أستحملها فترة الخطوبة وألاقي نفسي إن أنا اتظلمت في الجواز. إزيكم؟ أنا خطبت بنت عندها 18 سنة وأنا عندي 27 سنة، أنا عايش في الغربة ومسافر برّه. أهلي قرروا إن هم يخطبوا لي واحدة. البنت دي هم راحوا أهلي شافوها وقالوا عليها كويسة وهم اتقدموا لها. نزلت أنا بعد العيد، رُحت شُفت البنت لقيتها كويسة جدًا وطيبة وعلى أخلاق. جبنا الشبكة وعملنا خطوبة في قرية جنبي بالضبط، أهلها ناس شيوخ ومحترمين جدًا. المهم إن أنا اكتشفت بقى إن البنت ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة، ولا تعرف أي حاجة عن الجواز ولا عن طباع الناس المخطوبين ولا الكلام اللي أنتم بتبقوا عارفينه ده، ما عندهاش أي خبرة في أي حاجة. وبحكم إن أنا طبعًا عايش في غُربة، فمحتاج إن أنا أتكلّم معاها، أناقشها، يبقى عندها فِكر، يعني تقول لي شوية كلام يدلّعني، تقول لي شوية كلام ظريف، الحاجات اللي أنتم عارفينها دي، يعني نقعد